وأن الإنسان يجعل الدين في حياته كالميتة عند الضرورة، يجعل الدين في حياته كالميتة عند الضرورة في الأمر الذي لا بد منه، لأن الأصل في الدين هو الحرج. الأصل في الدين هو الحرج، الإنسان يتحرج منه ويخاف من آثاره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، إلا الدين. دين خطير. والدين لما أذن فيه قال الله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إيش فاكتبوه. أمر بكتابة الدين والإشهاد على الدين وأخذ الرهن على الدين، لأن مسألة الدين مسألة حرجة. والدين سهل في أوله وعسر في آخره، حلو في أخذه مر في رده. ولذلك لست على شيء إذا كنت تأكل دين، تشرب دين، تلبس دين، وتتمشى دين، لست على شيء، أنت على جروف نهار. يوشك أن تحيط بك الديون وتغرقك، ويوشك أن تحيط بك الديون فتدخلك في بحار الهم والغم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بالله من غلبة الدين. الدين يغلب الإنسان وقهر الرجال، لأن الدين ربما قهرك حينما يأتي أصحاب الدين يطالبون بحقهم وأنت ما عندك، وربما رفعوا سقف مطالبتهم فإذا بهم يقدمون عليك الناس، وإذا بهم يطلبونك من جهة الدولة، واضح، وإذا بهم يأخذ لك النيابات والمحاكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من المأثم والمغرم، ويقول إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. إذا تحمل الديون وما عنده قضاء يحدث فيكذب ويقول أنا كذا أنا كذا وما هو صحيح، إنما يريد أن يتخارج ويعد ويخلف، خلاص يوم كذا وهو يعرف أنه ما سيوفي، وإنما يريد أن يرفع الضغط عليه. فلذلك الأصل في الدين هو الاجتناب، ولا تلجأ إليه إلا عند إيش الضرورة. وكثير من الناس إنما أهانه وأذله دينه في غير ضرورة، في غير ضرورة. فخير الإنسان يصبر على نفسه. والحياة يا أخوة هكذا، لا تقيس نفسك بفلان، أنا أريد أكون مثل فلان. إذا عندك تكون مثل فلان فكن فيما أباح الله، ولكن إذا ما عندك ليس ضروري أن تذهب تتدين لأجل تكون مثل فلان. تكون مثل فلان ليست غاية، تكون مثل فلان ليس مقصد ولا هدف. أن تمشي رجل فلان معه سيارة، أنا أريد أكون مثل أخي قد معه سيارة وأنا أروح أشتري سيارة. ماذا تفعل؟ تذهب تتدين وما عندك قضاء الدين. هذا ليس صحيح، هذا غير صحيح. أو فلان فرش ولا فلان يأكل كذا وكذا وأنا أريد أكون مثل فلان، ليش فلان يكون على هذه الحالة؟ تذهب تدين. لا، اصبر على نفسك. هكذا الله قسم الأرزاق بين العباد وقسم الحياة بين العباد، وارضى بما قسم الله لك، ولا تأخذ الدين إلا عند الضرورة. والدين كل إنسان بحسبه، فبعض الناس دينه ب1,000,000 وبعض الناس دينه ب100 ريال، كل واحد على حسبه. فنقول لإنسان لا تدين 100 إلا عند الضرورة، ونقول لآخر لا تدين 1,000,000 إلا عند الضرورة. كل واحد بحسبه. لا تقول أنا يا رجال هي 1000 ما هي شيء، فلان بالدين من 10 من 15 من هو 1000 ما يضر. لا، ما أدري لو 1000 فوق 1000 فوق 1000. وإذا بصاحب البقالة أصبح يطالبك، صاحب البيت أصبح يطالبك، وجيرانك أصبح يطالبك، والديون هذه كلها من 500 من 1000 ريال، كل على حسبه. فإذا الأصل هو ترك الدين قليله وكثيره إلا عند الضرورة. والدين ليس أمره سهل. بعض الناس يتدين يقول لك بعدين أنا معسر. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة الدين ما تنتهي بمسألة إعلان الإعسار والإفلاس ويأخذني القسم ايش عندي، أقول لهم ما معي ولا شيء احبسوني. هنا ربما تبقى في الدنيا يعني تذهب وتأتي أنت معسر، ولكن يوم القيامة سيأخذ الناس حقوقهم، سيأخذ الناس حقوقهم. وربما تذهب في الدنيا وتأتي وتعلن إعسارك وإفلاسك ولا يستطيع الناس حبسك ولا ملاحقتك، ولكن ينزع الله البركة من حياتك، لأنه من أخذها يريد إتلافها إيش أتلفه الله. بعض الناس هكذا يتدين وبعدها يماطل ويلف ويدور عن الناس.
ويظن أنه بذلك قد تخارج وأنه يستطيع الخروج والدخول، والأمر ليس كذلك. خلاصة ما في الأمر أنه دخل في قائمة أتلفه الله، أتلفه الله. ما يدري بعد أيام لو الأمراض تأتي ويخرج الأموال التي أخذها من الناس طول وعرض، والمشاكل تأتي والمصائب تأتي والخسائر تأتي والنصب والاحتيال يحصل عليه. كما فعل في الناس يفعل به، كما صنع بالناس يصنع به. إذن إلى هنا استفدنا هذه الفائدة المهمة، وهي أن الإنسان يحذر من إيش؟ من الدين. اصبر على نفسك ولا تطلب الناس يصبرون عليك، وما يخيبك الله. اللقمة موجودة وستر العورة إيش؟ موجود. وكماليات الحياة اصرف نظر عنها، اصرف نظر عن كماليات الحياة. هكذا أنا أعرف رجال يا أخوة عاشوا كرماء، والله كرماء عزيزين مرتاحين، لا يمكن يتدين، لا يمكن يتدين أبدا. يقول أبقى على وجبه في اليوم، ناس ما سأموت ولا أتدين، لا يمكن يتدين أبدا إلا لما لا بد منه كمرض أو أشياء لا بد منها ضرورية، وإلا لا يدخل الدين أبدا. فارتاح من جهة واستفاد من جهة. إذا حصل له 100,000 انتفع بها، لأنه ماشي عليه ديون. 100,000 حقه، لأنه صبر على نفسه، فلما جاءت 100,000 إيش؟ انتفع بها. بخلاف الذي عليه دين، قام الدين مليون، سار اشتغل واغترب وذهب جمع مليون، وين المليون؟ كده كله، ما فيش له طعم، ما فيش له أثر في حياته. ولذلك الدين فقر حاضر، دين يجعل صاحبه فقير. كل ما حصل من معاش، من وظيفة، من عمل، من هنا من هنا، معه أخزاق، تصبح حياته كالمنخل، كل ما دخل خرج. والسبب ماذا؟ الدين، السبب الدين. فاحذروا من الدين إلا لما لا بد منه. حتى أنت يا طالب كما قلت لك دينك بال100، ما معك 100 ريال تروح تشتري مثل زميلك جعالة ولا كيكة ولا أي حاجة، اصبر على نفسك لا تتدين. إن معك ذهبت، وإلا فاصبر على نفسك.